احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ لحد امتى هنفضل في وجع الظهر ده؟ انا مش هعمل في نفسي كده تاني، لان اخيرا لقيتها اللي هتبقى سندي وظهري في البيت. لحقتني لما البلكونه غرقت وغرقت لي الشقه في ثواني، شالت كل الميه والتراب والشقه بقت بتلمع في ثانيه. ما بقاش يهمني اي حاجه تقع على الارض او على السجاد او تحصل في البيت، لاني معايا المكنسه الروبوت الخطيره دي من دي اس بي. تعالوا بقى اوريكم المكنسه اللي بقت فعلا ظهري وسندي دي اللي بقول لكم عليه. المكنسه دي بتتكلم، ايوه بتتكلم. بصراحه انا كنت متردده وخايفه جدا قبل ما اجيبها، والله العظيم ما ندمتش لحظه واحده بس عليها. يا جماعه بص شكلها عامل ازاي. تعالوا بقى افهمكم المكنسه دي كويس جدا. بفك الوش بتاعها بالشكل ده، الفرشه اللي تحت دي بفكها بالطريقه دي عشان لو حبيتي تغسليها. ده شكل الفرشه، الماتيريال بتاعتها تحفه بجد. ده التانك بتاعها اللي بتجمع فيه الميه اللي مش نظيفه، وفوق هنا في فلتر عشان المكنسه بتكنس الاتربه كلها. الفلتر ده بتنضفيه طبعا. وفي ظهر المكنسه في تانك تاني، التانك ده عشان المسح بتحطي فيه الميه والمنظف بتاعتك. وارجوكي اوعي تحطي اي منظف برغوه، حطي اي منظف بدون رغوه. انا بستخدم الديتول بس. برجعه بقى تاني مكانه. دي بقى الفرشه بتاعتها بتاعه التنظيف، وده بقى الشاحن بتاع المكنسه. ودي القاعده اللي المكنسه بتقعد عليها علشان تشحن. الشاحن بتاعه بيبقى مكانه ورا بالشكل ده. سامعين مسافه محطه الشاحن بتتكلم ازاي؟ ده بقى شكل المكنسه. عايزه اقول لكم شكلها تحفه فنيه. المكنسه بتكنس وبتمسح وبتكنس وبتمسح الاثنين مع بعض. ده بقى زرار التشغيل بتاع المكنسه. انا عايزاكم بس تشوفوا قوتها على الارض عامله ازاي. من اول مره شالت الكريم اللي كان على الارض في ثواني وبتمسح كمان وراه. شايفين لمعه الارض عامله ازاي؟ المكنسه دي انا حطيتها في اصعب الاختبارات وبصراحه فاجئتني. بحب قوي امسح الارض بالميه والصابون كده، بس كنت بشيل هم هلم كل ده ازاي. بس مكنسه دي اس بي في ظهري في ثواني لمت الميه والصابون اللي على الارض وخلت الارض فله. المكنسه دي بتمشي لوحدها، مش انت اللي بتمشيها، لان فيها خاصيه الدفع الذاتي. هي اللي بتمشي مش انت اللي بتمشيها. يا جماعه قلت لكم دي روبوت. بصوا منظر البلكونه ده، كنت بمل جدا لما انضفها، بس المكنسه دي بصراحه يا جماعه في ثواني بتشيل كل ده، بتكنس وبتمسح وبتلمع. انا بقفل الباب بتاع البلكونه بس. انتوا فاكرين ان انا بمسك المقاش اكنس بالمنظر ده؟ لا طبعا، هي بتكنس وبتمسح وراها كمان في ثواني كده، بتبقى لما اي بلاوي من على الارض. دي كمان بتكنس السجاد بتخليه فل يا جماعه. شايفين كل البلاوي دي لمتها في ثانيه. اضغطي بس على الزرار وهي بتجري لوحدها. هي عارفه بتعمل ايه كويس قوي. يومي مش بيبقى معدي لما البلاعه بتاعه المطبخ بتتسد لاني ما عنديش صرف. بصراحه المكنسه دي في ثواني بتلم ده. بصوا لمعه الارض عامله ازاي. انا عايزاكم بس تشوفوا البلاوي اللي طالعه من التانك عامله ازاي. بجد ريحتني قوي، حلال فيها كل جنيه. والحلو يا جماعه ان انت اصلا مش بتتعبي في تنظيفها، فيها تنظيف ذاتي. اضغطي بس على الزرار ده وهي بتنظف نفسها بنفسها. المكنسه تحفه.